وش رايك في طبقة الأوزون؟ سام؟ طبقة الأوزون والله ما شاء الله الطبخات هذه. وش فيها؟ كيف يعني؟ كيف يعني؟ ممتاز ما شاء الله. ممتاز يعني من أي ناحية ممتاز؟ كيف يعني من أي ناحية؟ ممتاز من أي ناحية؟ يعني قد دقتها أكلتها؟ أيوة أكلتها. وين أكلتها؟ أكلتها في عرس. حطوا لك طبقة الأوزون؟ أيوة. ساعات اكتشفت شو السبب الحقيقي وراء تآكل طبقة الأوزون. طلعوا بكذبوا علينا في كتب المدرسة. الله لا يوطرز لهم. بس طول عمري كنت محتار إذا قررت أتجوز وأعمل عرس شو أطعم الناس. الله شكرا لك على هذا الحل. كمل. شلون شكلها؟ والله شغله يعني أنواع. أيوة وش الأنواع اللي أنت عجبتك وش النوع اللي قدموه؟ يعني أحمر أبيض قدموه. النوع الأبيض أحسن. طبق الأوزون النوع الأبيض طبق لا هو الأحسن. أيوة هو الأحسن. مالح ولا حالي؟ فيه مالح فيه حالي تبغى على الطلب. المالح باللحم ولا؟ لا باللحم يجي. باللحم يجي. أيوة. إيه أيوة يجي باللحم المالح. أكيد طبعا باللحم. ولا بدها تكون للفيجيتيريانز يعني؟ على الطلب قلت لي الله يلعن ابو اللي نفضك. بس الو مطعم الغلاف الجوي الله يرضى عليكم، بدي اوصيك على طبقتين اوزون محشيات بالرز. لا مش حالية، مالحة. شو احنا كاينين عنا عرس؟ ساتر. حط لي جنبها شطة وجرجير واعصر لنا عليها ليمون لانها بتنفخ. ما شاء الله عليها الطبقات هذه. ساتر. انت من قال لك ان طبقة الاوزون كويسة لما تاكلها؟ شفت انا كويسة، طعمت انا كويسة. في يعني ناس كثير يطلبوا هذا الطلب. وين في المطاعم يطلبونها ولا في المطاعم في اي مكان؟ يعني وش اللي افضل طبقة الاوزون ولا الكبسة؟ الاوزون افضل. طبقة الاوزون افضل من افضل من الكبسة. اكيد طبعا طبقة الاوزون افضل. يعني الكبسة مليانة كوليسترول، الكبسة شوي بتيجي دسمة مش صحية. ساتر. كويس اللي ما سألوا شو بتعرف عن المروانة، كان حولها لطبخة معكرونة تطبخ له اياها امه في الدار كل 2 و4. انت شوف الثاني لما نسأله عن طبقة الاوزون فلنتفضل. وش طبقة الاوزون 100 انت عارف يعني مضبوطة. كيف مضبوطة يعني ما شاء الله عليهم والله. انت اكلتها يعني؟ اكلتها نعم. كيف طعمها طبقة الاوزون؟ طعمها والله رائع. حالية ولا مالحة؟ حالية. نعم حالية. يعني هي طبقة الاوزون تؤكل كحالة بعد اي نعم حالة بعد. اخذت طبق الاوزون. طبقة الاوزون كبيرة. اخذت حبتين لان نفسي اشتهبت. ولما قلت لازم ازيد حبة زيادة. اقسم بالله ما عارف اضحك ولا ابكي يا ابن الحلال. فو في حدا ما بيعرف طبقة الاوزون؟ ولك هاي الطبقة انت لولاها ما بتعيش. ولك هي اللي بتحميك من الشمس، هي اللي بتحميك من كل شيء. ولك انت والله لو اني مكان طبقة الاوزون اقسم بالله العظيم الا اتحول لامطار حمضية وامطر فوق خشومك، افوت من خشومك جوا اقضي على الجهاز المناعي تبعك كله. اولا هذا. ثانيا اخش على الDNA العب بجيناتك، احولك من بني ادم لحبة فجل. الله لا يوطر رجلك. بس هذا النوع من الناس في كثير منه على فكرة، تخرجوا من الجامعات بفلوسهم وسافروا لبلاد برا عشان يشتروا شهادات الدكتوراه عشان ياخذوا وظائف بالبلد على ظهر الناس اللي بتستحق الوظيفة اكثر منهم. والله هذول الاثنين بيسلوا اكثر من 4 كيلو بزر. كان نفسي اشوفهم الاثنين لو انهم في مدرسة واحدة بنفس الحصة. كان لعنوا ابو فطاس العلم بكندر. في الساتر. وايش رايك بالكلوروفيل؟ والله يا استاذ هذا الكلوروفيل ممتاز، الوالدة تستخدمه بالتنظيف. يقضي على الجراثيم. يقضي على الجراثيم استاذ بنسبة 99.9. قل لي وش خط الاستواء؟ هذا يا استاذ اشي عيب في جسم الانسان. ما هو الامازون؟ الامازون هذا دواء سعال. قبل الاكل ولا بعد الاكل؟ لا قبل الاكل يا استاذ، وفي منها تحاميل بعد. تنحط بخط الاستواء. ايه حدثني عن الهيموغلوبين. سم. ايه الهيموغلوبين هذول يا استاذ يطلعون يوم القيامة والعياذ بالله من مع ياجوج وماجوج من فتحة مثلث فرموزة. شفتهم؟ سم. بخوفون. سم. مرعبين مرة يا استاذ، مرعبين مرة. سم. ما هو الثقب الاسود؟ هذا اخر خط الاستواء يا استاذ. ما هي وظيفة البنكرياس؟ والله ممتاز ما شاء الله عليهم. الله هذا بنك كويس، والدي اخذ منه قرض وانا الاسبوع الجاي ان شاء الله حفتح فيه حساب. ابي افتح حساب. نروح انا وياك. وش تعرف عن المد والجزر؟ هذا يا استاذ نوع من انواع الزلطات لتقوية النظر. يحطون هذه السلطات اليونانية يحطونها بخط الاستواء بعد.
أين تقع 12؟ سهلة يا أستاذ، بعد 11 وقبل 13. إيه. ما هو الحبل الشوكي؟ سم. ما هو الحبل الشوكي؟ هذا الحبل الوالدة تستخدمها تنشر عليه الملابس بعد تنظيفها بالكلوروفيل. إيه. حدثني عن كوكب نبتون. إيه هذا شاين زوين. إيه كويس يا أستاذ، نستانس. إيه نبتون. نروح القنيص ونشرب الشاي. نروح البر يا أستاذ. شاي نبتون. هذا دائما ويانا. عقلي ما يشتغل إلا بشاي نبتون.